عملت عملية تجميل وغيرت ملامحها 180 درجة. الجمهور معرفهاش بعد التغيير، والسبب ورا كل ده إنها عايزة أدوار أكتر في التمثيل. إيه اللي حصل لجميلة عوض؟ وليه رغم إن الكل كان بيشيد بجمالها عملت عملية تجميل؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية بالتفاصيل. صور جميلة عوض في مهرجان البحر الأحمر قلبت الدنيا على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، وكان السبب في ده إنها بقالها فترة مختفية عن الأنظار تماماً. حتى الأعمال الفنية ما بقتش تظهر فيها، لدرجة إن في ناس قالت إنها اعتزلت التمثيل. علشان كده كان ظهورها في ختام مهرجان البحر الأحمر عامل قلق، لكن ما كانش ده هو السبب الوحيد. السبب الأساسي هو إن جميلة شكلها اتغير 180 درجة. جميلة عوض من أول ظهورها والجمهور بيديها سن أصغر من سنها، خاصة إن الموضوع ده عندها وراثة من مامتها الفنانة رندا عوض، وكانوا دايما يقولوا إنها أيقونة في الجمال، ومظهرها الشبابي ساعدها إنها تاخد أدوار كتير أصغر من سنها، على عكس فنانات كتير مش بيليق عليهم الموضوع ده. لكن بعد الاختفاء جميلة رجعت إنسانة جديدة خالص، لدرجة إن بداية ما انتشرت صورها الجمهور معرفهاش. ملامح وشها اتغيرت، وعملت بوتوكس وفيلر، وكمان زادت في الوزن. ده غير إنها عملت عملية تكساس كانت واضحة جدا في وشها. حتى لون شعرها اللي كان مميز بإنه أصفر غيرته وخلته أسود، وكل التغييرات دي خلتها واحدة تانية خالص. على عكس المتوقع، لما أي نجمة بتعمل عملية تجميل الجمهور بيهاجمها، لكن كل التعليقات على جميلة كانت إيجابية، والتعليق المنتشر كانت جميلة وبقت أجمل، وإن كل اللي هي عملته كانت في محله، وعلى الأقل ما عملتش حاجات باينة إنها مش طبيعية. لكن الحاجة اللي كان الجمهور بيدور عليها هو السبب ورا العمليات دي، وهنا الناس اتكهنت حاجة من الاتنين، وهو إنه جميلة عايزة ترجع للساحة الفنية بأدوار أكبر ومساحتها وتفاصيلها مناسبة لسنها، خاصة إن كل الأدوار اللي اتحصرت فيها كان بسن أصغر من سنها، وعلشان كده خدت القرار إنها تعمل النيو لوك ده وتحاول ترجع بشكل مختلف. وفي بقى اللي قال إنها زي مامتها رندا عوض، ظهرت بسرعة جدا في البداية، ودلوقتي خدت القرار إنها تبعد وتهتم بحياتها الشخصية. وعمليات التجميل ده كنوع من أنواع التغيير اللي كانت عايزة توصله، وكان مانعها عنه الأدوار اللي بتتقدم لها علشان تمثلها. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين فعلا التغيير ملحوظ في شكل جميلة عوض، ولا عملت كده علشان يجيلها أدوار فنية أكتر مناسبة لسنها؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.